كلنا بنتعرض لأصوات مختلفة بصورة يومية، منها اللي بيكون مريح للودان ومنها اللي بيكون عبارة عن ضوضاء صاخبة محدش يقدر يستحملها فترة طويلة ولا يحب انه يتعرض لها من الأساس. لكن هل يا ترى في مرة لما سمعت صوت عالي جدا سألت نفسك يا ترى ايه هو أعلى صوت ممكن يكون البني آدمين اتعرضوا له قبل كده؟ يعني هل مثلا كلاكسات العربيات اللي في الشارع هي أعلى حاجة؟ ولا صوت محركات الطيارة أثناء الهبوط والإقلاع؟ ولا حتى صوت الآلات التقيلة في المصانع والورش؟ لكن الحقيقة كل الأصوات ديت هي أصوات بسيطة جدا لما نيجي نقارنها بصوت معين تم رصده سنة 1883 واللي يعتبر أعلى صوت تم تسجيله على الإطلاق. أهلا بيكم، أنا محمد عاطب. بس قبل ما نبدأ، لو لسه جديد في القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا أول بأول. علشان نقدر نحدد أعلى صوت قدرنا نسمعه لحد النهاردة لازم في الأول نعرف إحنا إزاي أصلا بنسمع الأصوات وإزاي بنقدر نحدد الصوت ده عالي ولا واطي. الصوت بيصدر على شكل موجات أو ذبذبات، والموجات دي بتكون عبارة عن اضطراب بينتقل من مكان لمكان، وأشهر وسط ناقل موجود في حياتنا هو الهواء. لما بنيجي نتكلم أي كلمة أو نعمل نغمة عن طريق آلة معينة، الصوت بيهز جزيئات الهواء مئات المرات في الثانية الواحدة، وده بيؤدي لانخفاض في ضغط الهواء في بعض الأماكن وارتفاعه في أماكن تانية. وقتها بتبدأ الموجة الصوتية تبعد عن مصدرها الأصلي لحد ما توصل لودننا علشان نسمعها. وكل ما كان الصوت أقوى كل ما الاهتزازات دي حدتها زادت. وشدة الصوت بنقدر نقيسها بمقياس اسمه الديسيبل. السكون التام مثلا بنوصفه بصفر ديسيبل، وصوت الهمس بيكون حوالي 30 ديسيبل، وصوت الكلام العادي اللي بين الناس بيكون حوالي 60 ديسيبل. لكن لحد المرحلة دي من الأصوات بتكون مقبولة مفيش فيها أي مشاكل. لكن لو الصوت بقى تعدى حاجز ال 85 ديسيبل ساعتها الودان بتكون معرضة لأنها بتتصاب بأضرار خطيرة، من أول ضوضاء المرور القوية اللي بتتراوح ما بين 85 ل 90 ديسيبل، أو صوت سيرينة الإسعاف واللي بيوصل في بعض الأحيان ل 120 ديسيبل، أو حتى صوت محرك الطيارة عند الإقلاع واللي بيكون 140 ديسيبل. لكن كل دول برضو جنب اللي هنتكلم عنه دلوقتي مازالوا أصوات في حيز طبيعي. في يوم هادي جميل سنة 1883 وتحديدا على جزيرة كراكاتوا الواقعة في إندونيسيا، العالم كان على موعد مع أقوى صوت في تاريخ الأرض لحد دلوقتي بلا منازع. بركان سائر على الجزيرة انفجار من أعنف الأحداث البيولوجية اللي مرت بها الأرض. الانفجارات القوية اللي نتجت عن انفجار البركان أصدرت صوت بمقدار 310 ديسيبل، ولو مش مستوعبين الرقم ده يعني ايه، فطبقا للتقديرات 310 ديسيبل دول كفاية انهم يقتلوا اي شخص قريب من مصدر الصوت. بس ولكم ان تتخيلوا ان الصوت اللي شدته بتتراوح من 150 ديسيبل ل 160 ديسيبل كافي انه يدمر طبلة الاذن من على مسافة بعيدة نسبيا، فما بالكم بقى ب 310 ديسيبل. الانفجار كان عالي جدا لدرجة انه تم سماعه على مسافة تتعدى ال 5000 كيلومتر، والموجة الصوتية اللي نتجت عن الصدمة دي دارت حرفيا حوالين العالم كله 3 مرات. ومن ضمن الروايات اللي اتقالت عن الحادث ده إن كان في جزيرة بتبعد حوالي 17 كيلومتر عن مصدر الصوت. لما انفجر البركان كل سكانها الأصليين واللي كان بيقدر عددهم بحوالي 3000 إنسان ماتوا بسبب قوة الصدمة الأولى للصوت، بالإضافة لأنه كان في سفينة بريطانية اسمها نورهام كاسل واللي كانت بتبعد حوالي 65 كيلومتر عن جزيرة كراكاتوا وقت الانفجار. قبطان السفينة قال إن نص الناس اللي كانوا على متن السفينة طبلة الأذن بتاعتهم اتدمرت بالكامل. والانفجار بشكل عام عمل كوارث تانية، أبرزها إنه تسبب في تسونامي، وده ما كانش تسونامي عادي، ده كان تسونامي مميت بكل المقاييس. الأمواج فيه ارتفعت لحوالي 30 متر فوق مستوى سطح البحر، ولوحدها دمرت 165 قرية ومستوطنة ساحلية، وتم تقدير عدد القتلى وقتها بحوالي 36400 إنسان. والسبب الأساسي في الحدوث الرئيسي للتسونامي في الحالات دي هو إن كل ما زادت شدة الصوت كل ما زادت التقلبات اللي بتحصل في ضغط الهواء، ولما التقلبات دي بتحصل دي بتكون كبيرة جدا بتبدأ مناطق الضغط المنخفض بتوصل لمرحلة اسمها الضغط الصفري اللي هو باختصار الفراغ، وده بيحصل لما بتكون شدة الصوت حوالي 194 ديسيبل أو أعلى. وفي الحالة ديت الصوت حرفيا ما بيبقاش بيمر من خلال جزيئات الهواء، بل إنه بقى يدفع الهواء كمان في اتجاهه، واللي بعد كده بيتسبب في انفجار مضغوط من الهواء بيعرف باسم الصدمة الموجية للصوت. ودلوقتي في سؤال بيطرح نفسه، هل يا ترى كان في أصوات تانية قوية بالشكل ده أو قريبة منه يعني واتسجلت في الواقع؟ في الواقع أيوة، واحد من الأصوات المرعبة اللي اتسجلت بعد كده
كان صوت من صنع البشر ولا حوادث طبيعية ولا حاجة، والصوت ده للأسف كان انفجار لقنبلة ذرية فوق هيروشيما وناجازاكي، واللي تم تقدير شدة الصوت بحوالي 224 ديسيبل. وبيجي بعد كده على طول في الشدة الصوت اللي اتسجل عن طريق وكالة ناسا في وقت المرحلة الأولى من إطلاق صاروخ ساتورن الخامس، وساعتها تم تسجيل شدة صوت 204 ديسيبل. وبالإضافة بقى للأصوات دي في مجموعة تانية من الأصوات اللي اترصدت قبل كده، إما إنها حصلت مرة وانتهت زي اللي اتكلمنا عنهم، أو إنها بتحصل بصورة دورية. وواحدة من الأصوات دي هو صوت نيزك تشيليابانسك، وهو النيزك اللي وقع على روسيا في 2013 في مقاطعة أوبلاست تشيليابانسك، واللي اسم النيزك بعد كده اشتق منها. النيزك كانت كتلته 10,000 طن تقريبا، وكان بيتحرك بسرعة حوالي 70,000 كيلومتر في الساعة، وانفجر قبل ما يصطدم بالأرض على ارتفاع حوالي 25 كيلومتر. وبالرغم من إنه انفجر على ارتفاع كبير، إلا إن الانفجار الضخم بتاعه عمل صوت شدته 180 ديسيبل، واللي كانوا بيتسمعوا من على بعد حوالي 5 كيلومتر. وطبعا مش هقول لكم انه تسبب في احداث مأساوية في منطقة الانفجار. من اغرب الحاجات بقى ان عالم الحيوان هو كمان له نصيب في سباق الاصوات العالية دي، وتحديدا في عالم اعماق البحار. الحيتان واحدة من المخلوقات اللي بتصدر اصوات عالية جدا، وعلى راسهم الحوت الازرق، اكبر الحيتان واكبر مخلوق على وجه الارض. الحوت الازرق بيصدر صوت تحت المية تردده بيوصل لحوالي 188 ديسيبل، لكنه مع ذلك مش هو الحوت اللي بيمتلك اعلى صوت على وجه الارض. في نوع تاني من الحيتان بينافس على اللقب ده، وهو حوت العنبر. حوت العنبر بيصدر صوت قوته بتوصل ل 230 ديسيبل. والمذهل اكتر لما تعرفوا ان الحيتان ما عندهاش اساسا احبال صوتيه، لكنها بتقدر تعمل كده عن طريق تحريك الهواء في انابيب معينه متصله بالحنجره. وفي النهايه بقى وبجمله الحاجات الغريبه، بما ان اللي احنا اتكلمنا عنه هو اقوى صوت تم سماعه، فيا ترى بقى ايه اهدى صوت تم تسجيله قبل كده؟ في الحقيقه ان الفيزيائيين والرياضيين بيقولوا ان اهدى صوت تم رصده لحد دلوقتي هو الصوت الناتج عن الحركه البراونيه. والحركه البراونيه دي هي حركه الجسيمات في الغاز او السائل، واللي بتقدر شدتها بسالب 23 ديسيبل. بيجي في الرتبه اللي اعلى منها على طول الصوت اللي موجود في الغرفه رقم 87 في المقر الرئيسي لشركه مايكروسوفت، وهي غرفه عديمه الصدى. عملتها الشركه مخصوص علشان تختبر اصوات الاجهزه التكنولوجيه بشكل افضل. وشده الصوت اللي بتتسجل في الاوضه دي بتقدر بسالب 20.6 ديسيبل. واخيرا حابب اوضح لكم حاجه، ان كل الاصوات اللي اتكلمنا عنها هي الاصوات اللي تم رصدها في الاوساط الماديه، يعني مخرجين الفضاء الخارجي بره الحسابات. وبكده يكون وصلنا لنهايه الفيديو. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول، وما تنسوش تكتبوا لي في التعليقات حابين الحلقه الجايه تكون عن ايه.